بس حضرتك يعني. ايه؟ ما بشوفش. لا مش قصدي ان حضرتك يعني حطيت نفسك في مشكلة وهو كان ممكن يأذيك. ادخل. مش موجودة في البيت سعادتك. كلمتها على الموبايل؟ كتير قوي يا باشا، ما بتردش. وبعدين سألنا عنها في الجامعة قالوا لسه ماشية من شوية. طب كويس، يعني كانت في الجامعه. ايوه يا باشا. طيب شويه كده وحاول تكلمها تاني، ولو ما ردتش هبعدي عليها انا في البيت. اللي تشوفه يا باشا. سيب باشا، لا مؤاخذة، يعني في حد بره عايز يقابل سعادتك. مين؟ زبونة. اي زبون عايزه ايه يعني؟ قابلها يا باشا وانت تعرف. طيب خليها تخش. ماشي يا باشا. اتفضل يا استاذة. مساء الخير. مساء النور. انا حلا الست. عارف حضرتك طبعا. اتفضلي. شكرا. انا حاولت اقابل حضرتك كذا مرة عشان اشكرك، بس انت كنت بتبقى واقف مع ناس، معرفتش اكلمك. تشكرين على ايه بس يا مدام؟ اي حد مكاني كان هيعمل كده واكتر. بس حضرتك يعني. ايه؟ ما بشوفش. لا مش قصدي ان حضرتك يعني حطيت نفسك في مشكلة وهو كان ممكن يأذيك. ربنا بقى ينتقم منه. لا ما تقلقيش، ما كانش ممكن يأذيني ولا حاجه. ان شاء الله بس ما تتعرضيش للموقف ده تاني. بس اللي انا متأكدة منه ان هو عمره ما هيجي هنا تاني. خلاص خليكي هنا على طول. انا كنت عايزة اطلب من حضرتك طلب، بس خايفة، قصدي يعني خايفة تكسفني. واكسفك ليه؟ انا تحت امرك في اي خناقه. لا، انا كنت عايزة اعمل عيد ميلاد بنتي هنا كمان 5 ايام. فريده؟ ايوه. طيب المكان تحت امرك. شكري. فندم يا باشا. مدام حلا هتعمل عيد ميلاد بنتها هنا، شوف طلباتها ايه واي طلب مخصوص تنفذه فورا. زؤمر يا باشا. شكرا. بس مهم جدا ان حضرتك تكون موجود. انا؟ ما تخافش، مش هخليك تضرب حد تاني ولا حاجة، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليني احس ان انا شكرتك فعلا. والله مش عارف اقول لحضرتك ايه، يعني انا ساعات كتير ما ببقاش موجود هنا. مش يعني انت قلت لي ان انا ليا طلبات مخصوصة وهتنفذها؟ هو ده طلبي الوحيد. ماشي، ربنا يسهل ان شاء الله.